ازاي السي شارب بتشتغل؟ المفترض ان السي شارب لو انتوا شايفين الصورة دي، السي شارب ببساطة الكومبايلد بتاعها او الكومبايليشن بتاعها بيظهر ازاي. احنا بنكتب هاي ليفل كود. الكود بنكتبه يعني شبيه بالانجليزي شوية، هو مش انجليزي صرف بس هو شبيه بالانجليزي. كود شوية تعليمات بتكتبها انت كسي شارب كود، بتتحول لحاجة اسمها assembly level او intermediate language، الاي ال اختصارا اي ال. الانترميديت لانجوج دي في الاخر بتتحول للنيتيف كود اللي هي الزيرو والوان. يعني في الاول انت بتكتب، انت كديفيلوبر ما عليك غير ان انت بتكتب الكود. الكومبايلر بتاعك اللي هو الفيجوال ستوديو اول ما بتدوس زرار الرن بعد كده هو بيبدأ ان هو يشتغل ويكتب لك يحول بقى الكود لانترميديتد، وبعد كده بيطلع نيتيف كود. والحاجات دي بتبدأ تشتغل. انت ما عليك ان انت بس بتكتب ايه؟ السي شارب كود بتاعك، لان انت علشان الكمبيوتر يفهم، لان انت بتعلم الكمبيوتر حاجه، بتعلمه بتقول له ان 1 زائد 1 بيساوي 2، انت بتعلمه الحركه دي. الكود مش هيفهم مثلا ان 1 بلس 1 ايكوال 2، هو مش هيفهم الحته دي. هو هيفهم لما توصل له للزيرو والواحد، لما يبقى في وسيط في النص اللي هو الانترميديتيف لانجوج يحوله له للنيتف، وهو هيبدأ يفهم. لأن أنت في الأول والآخر الكمبيوتر ده هو ما هو غير حتة حديدة، أنت بتبرمج حتة الحديدة دي وبتفهمها يا حديدة أنا عايزك لما يدخل لك واحد بعديه علامة الزائد، بعديه علامة واحد، بعديه رقم واحد، بعديه علامة يساوي، تطلعي له اتنين. أنت بتفهمه كأنك جايب طفل وبتعلمه، بتقول له يا عم الطفل لو أنا دخلت لك اتنين وقلت لك اتنين بعد كده ماينس واحد طلع واحد، اتنين بلس اتنين طلع اربعة، اتنين ملتبلاي تلاتة طلع ستة، وهكذا. فهو بناء على الصورة اللي احنا شفناها من شوية او السلايد اللي فات، احنا بيقول لك ان الكومبيليشن بيورك ازاي. بيقول لك ان انت بالسورس كود انترميديت لانجوج او الاي ال when you write السي شارب كود and compile it using C sharp compiler بتطلع حاجة اسمها .exe. تمام. it is doesn't immediately become machine code، هي مش machine code لحد دلوقتي. instead بدل من كده it's converted into an intermediate language وسيطة IL. CPU independent set instructions، يعني شوية instructions السي بي يو بيفهمها. يعني الاي ال ده هو السي بي يو بيفهم الاي ال. This IL is stored in assembly, typically a DLL or .exe file. في العادة لما انت بتشغل لعبة، بتشغل برنامج، بتلاقيه في الآخر خالص .exe. .exe ده الانترميديتد لانجوج. طيب السي شارب الاوبريتنج سيستم هيفهم ازاي الانترميديتد لانجوج ده؟ هيروح بقى على ايه؟ السي ال ار والجيت كومبايلر هم اللي هيخلوه يفهم الحاجه دي. بيقولوا له الجيت كومبايلر هياخد الاي ال ده اللي هو الدوت اكس اي فايل او الدوت دي ال ال فايل ده ويحوله لزيرو واحد، عشان ايه؟ السي بي يو بتاعتك او البروسيسور بتاعك او المذر بورد بتاعتك يفهموا الكلام ده. طيب الميتا داتا اند اسمبلز، بيقول لك ان الاي ال ده the compiler generates metadata that describes the types. يعني بيقول لك ان الاي ال ده بيطلع، بس الكومبايلر وهو بيعمل له جنريشن بيبقى عامل حاجه اسمها الميتا داتا. الميتا داتا ده بتوصف الدي ال ال فايل ده او الاي اكس اي فايل ده، علشان لما يجي الجيت كومبايلر يشتغل يبقى فاهم هو هيعمل ايه. and references in your code. This metadata is critical for .NET runtime to understand how to execute and manage your program. يعني بقول لك ان هي مهمه جدا 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 للجيت كومبايلر لما يجي يشتغل ان هو يلاقي الميتا داتا دي عشان يفهم يحول الاكس اي فايل او الدي ال ال فايل ده ل الزيرو واحد عشان البرنامج بتاعك يبدا يشتغل ويظهر للناس. just in time دي الجيت كومبايلر. just in time compilation run time that common language runtime ال CLR takes over. يعني ال CLR هيبدأ يشتغل مع الجيت كومبايلر عشان يبدأ ان هو يطلع الكود بتاعك او يخلي السيستم بتاعك يشتغل او البرنامج بتاعك يشتغل. It uses a just-in-time compiler to translate the IL. شايف هو هياخد ال IL هيعمله translation
من الانترميديت لللو انتو نيتيف ماشين كود، يعني هيحول الراجل الوسيط ده لنيتيف ماشين كود specific to the operating system and hardware it's running on. بناء على مين؟ بيقول لك ايه الميتا داتا دي برضو اللي هتحدد، هتقول له ايه انت لما تيجي تشتغل على ويندوز نوع الترجمه هتمشي كده، طب لما تيجي تشتغل على ماك او اس او لينكس نوع الترجمه تمشي كده. فهو الجيت كومبايلر هيفهم الكلام ده من الميتا داتا اللي هي ملحقه بالاي ال بتاعك. This process allows for optimizations to current environment. ده البروسيس دي معتمدة على نوع ال current environment بتاعتك، سواء انت شغال بقى ويندوز لينكس او ماك او اس، او حتى لو اندرويد، لان انت برضه بتعمل جيمز، فالجيمز قصدي موبايل ابلكيشنز، فالموبايل ابلكيشنز دي بتشتغل اندرويد، ايا كان بقى الاوبريتنج سيستم هو هيدعمه لك. رقم 4 في الكومبايليشن execution and optimization. The CLR doesn't just execute the code, it also provides services like garbage collection, exception handling and security. بمعنى ان CLR مش وظيفته ان هو يشغل الكود بس، لا كمان في من ضمن الكومبوننت بتاعته الجاربج كوليكتور، او احنا قدام هنقول عليه الجي سي. الجاربج كوليكتور ده عامل زي شركة النظافة اللي ماسكة مثلا نظافة المدينة بتاعتك. دايما بتلاقي ايه في عمال نظافة منتشرين دايما بينظفوا ورا الناس الحاجات اللي هم مش مستخدمينها او الحاجات اللي سايبينها في الشوارع او ايا كان. فالجاربج كوليكتور ده مهمته ان هو بيروح يمسك الحاجات اللي جاية في الهيب او في الميموري بتاعتك. عامة هنشرح الهيب والميموري بعدين ان شاء الله، بس بيمسك الميموري بتاعتك، الحاجات الريسورسز اللي انت كنت حاجزها او العناوين اللي كانت محجوزه في الميموري بتاعتك وخلاص بطل الناس تستخدمها، هو بيروح الجاربج كوليكتور ده بيروح يفضيها علشان يجي برنامج تاني او بروسيس تانية تيجي تستغل الميموري دي. وكمان الاكسبشن هاندلنج عشان لو انت حصل عندك في الران تايم ايرور حصل، فانت عندك اكسبشن هاندلنج ممكن انت تستخدمه. ان شاء الله نتعلم الاكسبشن هاندلنج قدام، ومديول السكيورتي برضو قدام هنعرف ازاي نعمل سكيورتي على السيستم بتاعنا. كمان it can perform optimization such as inlining methods or removing unused code passage enhancing performance during execution. بمعنى ان السي ال ار ده عبارة عن الخادم المطيع بتاعك، الراجل اللي بيمسك الاي ال او الاكس اي فايل الدي ال ال فايل ده وبيخليه يتعامل بكل اريحيه مع الاوبريتنج سيستم بتاعك. هو اللي بيه لو هو محتاج يحجز مساحه في الميموري بيروح يحجز لك المساحه، محتاج ان انت تفضي مساحه في الميموري بيروح يفضي لك المساحه، محتاج ان انت تعمل هاندلنج لاي ايرورز طلعت هو بيهندل لك، محتاج ان انت تعمل انهانس بيرفورمانس هو بيعمل ده كله. كمان في حاجه اخيره بتحصل اسمها ال AOT او ahead of time compilation. In some scenarios, especially when startup performance is critical, ahead of time reliability compilations is used. Tools like the native image generator or .NET Native can pre-compile IL into native code before execution. احنا عامة مش هنتعمق في الاي او تي، احنا يهمنا ان احنا نبقى فاهمين بس ازاي الاوبريتنج سيستم بتاعنا بيفهم الكود بتاعي من خلال ان هو بيتحول intermediated كود او intermediated language. intermediated language ده بيجي السي ال ار والجيت كومبايلر بيخلوا الاوبريتنج سيستم يفهم الاي ال ده ببساطه. عايز تفهم اكتر عن الموضوع ده ممكن تزور ريسورس معين، الريسورس اللي تحت اللي انا سايبه لكم ده هيساعدكم كتير جدا. المحاضرة الجاية إن شاء الله هندخل في إزاي نكتب أول برنامج. أنا اللي عايزه منكم دلوقتي إن أنتوا تدخلوا تنزلوا الفيجوال ستوديو 2022 النسخة الكوميونتي وتسطبوها وتستنوا إن شاء الله المحاضرة الجاية عشان نبدأ أول برنامج هلو وورلد إن شاء الله. أتمنى إن أنا أكون وفقت إلى حد ما في شرح الكونتنت ده، وإن شاء الله المحاضرة الجاية انتظروها قريبا جدا، ومنتظر منكم الفيدباك لو محتاجين أي استفسارات عن شوية اللي اتشرح النهاردة. أنا ما كتبتش كود النهاردة علشان إيه، أنا عايز بس أفهمكم الدنيا رايحة فين وجاية منين. شكرا لكم جدا، وأشوفكم المحاضرة الجاية على خير بإذن الله.
السلام عليكم.